رجع بمقطع جديد. الصراحة كنت متردد اني اسوي ذا الفيديو بسبب انه هذا التطبيق اللي ما حد يعرفه يرفض التنمر. انا جاي اوريكم ردة فعل ولي كامل الحرية في التعبير. اللي خفت منه اكثر شيء هو الكوبي رايت، لان الفيديو اللي سويته الحين فيه مقاطع من اليوتيوب نفسه. حتى اني سألت شات جي بي تي عن نسبة لي انه الفيديو راح ينحذف، وقال لي انه النسبة اكثر من 50. وبما ان شات جي بي تي حمار وانا حمار ما اسمع الكلام، وبعدين انا ايش قاعد اقول. المهم انا خليكم مع المقطع لان الشيء اللي شفته يرفع الضغط صح. كنت قاعد اتصفح فيديوهات الشورت زي واحد طبيعي، حتى طلع لي فيديو فيه شخص غير طبيعي 100% غير طبيعي. هذا الكرنج بعينه. خليكم مع الفيديو. من نظرة أولية هذا الولد ما يبشر بخير. تيشرت ألوان مسوي فيها قوس قزح، وبعدين عمره 4 سنوات. قسم بالله لو انك تسأله كم ألوان قوس قزح وتقول له اذكر لي اللون كل واحد فيهم ما يعرف 4 سنوات ما يعرف حتى يكتب اسمه. شوف ايش يبغى. المهم خلينا نشوف. Make a video to thank my daddy for letting me be who I wanted to be. يبغى يشكر ابوه في فيديو عشان انه خلاه يصير بنت، وبعدين هو في 4 سنوات. مين يذكر نفسه حتى بهالعمر؟ ما في. لو تفكرت شيء راح يكون شيء جبت فيه العيد. المهم انا لما كنت بعمره ما كنت عارف ايش معنى الالوان اصلا، ما كنت عارف اصلا الفرق بين الجنسين. كنت لما ترفع ضغطي فتاة تاكل الشحيات على طول. كنت اغرت بأولاد بالبنات، ما كنت عارف انه عيب انك تضرب بفتاة. ما تعلمت شيء الا لما طلعت للمتوسطة، لاني سمعت الاستاذ يقول في الدرس انه ليه ضرب فتاة مش راجل. عشان كذا قلت في دماغي كيف مش راجل؟ يعني كل هالوقت كنت فتاة ولا ايش؟ من هذاك اليوم ما زلت ضربت فتاة عشان اني بس لا اكون بنت. ما اعرف كيف كنت افكر. صح اني كنت حمار، بس ما كنت حمار للدرجة اللي تخليني اتحول لبنت بدون اي سبب. وبعدين من هذا الاب اللي يسوي فيها اب متفتح ليبرالي ويخلي ابنه يتحول لبنت، هذا اللي يجوز فيه حقوق الوالدين. لحق عمره 9 سنين هو مبسوط بالشيء اللي قاعد يسويه. الحفلة ممتلئة ألوان. أكون صريح معكم، أنا عمري ما شفت عيد ميلاد في حياتي. ما عمرهم سووا لي عيد ميلاد. ما كنت حتى أتجرأ أني أقترح على أبوي أنه يسوي لي عيد ميلاد، عشان أني كنت عارف أني راح أكل ضرب زي الحمار. المهم هذا الشخص أغلب قناته عبارة عن شورتات بابنه متحول، وبعدين كاتب في الغلاف الخاص بالقناة So my kids I'm called dead. أبنائي عم بيشوفوني أني أبرائع. عشان انك حولتهم لبنت؟ بالله عليك اسكت بس. اطلعوا كيف كان اول مرة لما تشوفوا تحسبوا انه من الاطفال اللي كانوا يجندون الالمان عشان يصيروا نازيين. اطلعوا كيف صار الحين. انا لو انهم يخيروني بين اصير بنت ولا اموت لكنت خيرت اني اموت. ما فيها لف ودوران. واي واحد يختار انه يصير بنت اقول له يلزم لك مصلحة امراض عقلية. ما في شخص عاقل يتبغى يتحول لبنت. شو تحس بنفسك دراغون بول ولا ايش؟ يبغى يكون عنده شعر طويل وما ادري ايش. اسكت بس يا ورع. في هذا العمر ما يعرف حتى يكتب اسمه، ما يعرف حتى انه يتكلم، ويبغى يصير بنت. ابوه هذا معلمه كيف يصير بنت قبل كل شيء. اللي في مثل عمره الحين في غزة محتاجين قطعة خبز، بس قطعة خبز عشان ياكلوها، جرعة ماء عشان يشربوها، سقف بس عشان يحميهم، يستنون الموت في اي لحظة، فاقدين احبائهم عائلتهم. ربي يكون معاهم بس وينصرهم. الشيء الوحيد اللي نقدر نقوله ونساعد به، الشيء الوحيد اللي نقدر نساعد به. وهذا الورع معلم وابوه انه كيف يصير بنت. شوفوا هذا الفيديو الاخير اللي دفع بها نفسه. هذا الورع هو بس من الماضي، يعني انه يتكلم مع نفسه اللي بالمستقبل. المهم فهمتوا. مش تخفي نفسك، بس انت لازم انك تدفن نفسك. وبعدين هذا ليش قاعد اناديه بصيغة الذكر؟ ما هو ذكر وما هو بنت برضه، ومتبريين منه البنات ما عرفوا يصنفوا. ترى ابوها اللي حولوا البنت، وكمان قاعد يقنعوا ابوها انه يسوي الشيء الصحيح من خلال الفيديوهات اللي قاعد يسويها ابا منهم. هاي ايش قاعدة تسوي؟ هذا ليش قاعد يسوي الحركات دي؟ اطلعوا في سروالك، تراك واضح انك ولد ما تحاول تسوي فيها حركات بنات. استغفر الله بس من الشيء اللي قاعد اشوفه. الحمد لله انه خلص الفيديو. احتاج اني اعقم عيوني بعد اللي شفته. عشان اعقم عيوني لازم اروح اشاهد هذا الفيديو اللي نزلته، عشان اني لما اشاهده لازم اعقم عيوني مرة ثانية. الحمد لله على نعمة الاسلام بس.
وانت اللي قاعد تشوف الفيديو الحين قول الحمد لله اللي عافانا ابتلاهم به، عشان انك في يوم من الايام يمكن يبتليك ربي بهالشيء. لا تقول مستحيل، ان الله على كل شيء قدير. لو ما صار فيك يمكن يصير في ابنائك، ما تعرف ايش تخبي لك الحياه. احس اني صرت حكيم واعطي نصائح ما تسوون عليه. المهم انت الشيء كله، اذا كنت تعتقد انه الفيديو يستحق لايك سويه، ما تعرف قديش يشجعني اللايك وساهم انه المقطع ينتشر، ويمكن اني ما راح نلتقي مره ثانيه، عشان كذا سوي الاشتراك عشان نلتقي في الفيديوهات القادمه. اما الحين انا رايح انام، تصبحون على خير. Yeah, I got $1 grand in my diamond, yeah, bust. $250,000 my go yard though. I win the game, so you still got to show. Born with the drip and just learn how to hustle. Look at your bitch through these DR by 4. Cause I get me some head, she been that shit over.